نسبة الدين إلى الناتج فيها أكبر من اللي عندنا طبعا يعني. صحيح. وأمريكا واليابان بلاد كتير. صحيح. معيار ليس نسبة الدين إلى الناتج. أمال إيه المعيار؟ المعيار هو نسبة مدفوعات خدمة الدين إلى الإيرادات العامة في موازنة الدولة. هو ده المعيار. بمعنى أنت كل سنة بتعملي موازنة عامة للدولة. الموازنة فيها تقديرات للإيرادات والمصروفات. المصروفات من مثلا مصروفات على التعليم، على الصحة، على ومنها مصروفات على خدمة الدين. أوكي؟ الإيرادات بتيجي من الضرائب، بتيجي من القروض، بتيجي من موارد متعددة. لما نيجي نحسب في مشروع الموازنة اللي احنا ماشيين فيه حاليا، قطعنا نصه اللي هو موازنة 25 26. اوكي، اللي بدأنا فيها في يوليو اللي فات. اجمالي مدفوعات خدمة الدين اللي هي الاقصى الفوائد فقط بتلتهم 80% من اجمالي المصروفات في الموازنة العامة للدولة. الفوائد فقط؟ فوائد الدين تلتهم 80% من اجمالي المصروفات. طيب انت عندك مصروفات على حاجات كتير، منها خدمة الدين. فوائد، انا اتكلمت على الفوائد فقط مش على الاقساط. فوائد فقط تلتهم 80%، وبالتالي معنى كده ان ال 20% اللي باقيه المفروض توجه للتعليم، الصحة والتعليم والطرق والخدمات العامة، للأجور، كل الموضوع ده. طبعا ده معناه في خلل كبير جدا. امال احنا عايشين ازاي يا دكتور؟ مصر عايشه ازاي؟ نستلف عشان نسدد الدين. اذا احنا بنسدد الدين بدين اخر. مظبوط. نسدد الدين بدين تاني. طيب احنا كده دخلنا في دوامه ديون يا دكتور. مظبوط. لكن انا بس عايز اجاوب على تصريح رئيس الوزراء. ايوه. انه الشرط الوحيد انك تنزلي بنسبه الدين الى هذه النسبه الخرافيه اللي بيتكلم عليها هو انك يبقى عندك فائض في الموازنه العامه للدوله. ده بالنسبه للدين الداخلي. فائض في الموازنه العامه للدوله يغطي مدفوعات الفوائد ويزيد، بحيث ان هو يبتدي يقلل الحجم. الكلام ده مش حاصل. انت عندك نسبه الدين بتبلع الجزء الاكبر من المصروفات في الموازنه العامه للدوله. لما تيجي تتكلمي على الدين الخارجي بقى، طيب هتخفضي الدين الخارجي ازاي؟ الدين الخارجي لا يمكن تخفيضه الا بتحقيق فائض في ميزان المدفوعات. اذا ما عنديش فائض في ميزان المدفوعات لا يمكن الدين، واذا كان عندي فائض عجز في الميزان يبقى الدين هيزيد. هو فعلا في عجز. نعم، وفعلا في عجز. مظبوط. بدليل ان احنا بنقترض عشان نكمل. مظبوط. وبالتالي إجابة بس لأنه رئيس الوزراء يعني رفع سقف التوقعات في الناس وخلى الناس تشعر براحة وتفاؤل كبير جدا، وده شخصيا عمل لي مشكلة. يقول لي طب فسر لي إزاي؟ هيبقى قلت له مش ممكن، استحالة. يعني الاقتصاد ده علم مش أي كلام. يعني أنا ما أعرفش إيه. طب تفسر بإيه التصريح ده، وليه رئيس الوزراء يخرج بتصريح زي ده؟ وعلى فكرة أثار انتقادات كتير. لماذا يعني يجازف رئيس الوزراء بأنه يخرج بتصريح زي ده ويعني يوهم الناس أنه خلاص؟ أنا تقديري الشخصي أنه يعني ربما يعني حب يشحن الناس ببعض الأمل، بس في فرق بين أمل وبين خرافة. خرافة انك انت تنزلي الدين، مفيش حل. خليني بقول انا نتكلم في المفيد دلوقتي. طب نعمل ايه بقى في الحالة دي؟ مفيش حل غير انك انت لازم تعملي برنامج قوي جدا للتقشف. قشف بمعنى الانفاق. انا هنا عايز اقول بقى يعني باسم المواطن اللي بيسمعنا، المواطن متقشف الى اخر حد. المواطن مش قادر يا دكتور يتقشف ايه اكتر من كده يعني. وبالتالي الكلام على الحكومة، لانه في الحقيقة التبذير الحكومة هي اللي تتقشف. طبعا. يعني ما ادي لك امثله يعني. انا طبعا كنت وزير وعارف انت في الديوان الوزاره مثلا بتصرفي على حاجات كتير لمجرد انه اوكي الاعتمادات جت ولازم نصرفها.